في الدايت يا صديقي في نوعين من الناس. نوع دول 50% من الناس اللي بتعمل دايت اسمهم المحظوظين. لو عملوا اي حاجه هيخسوا، عملوا كده هيخسوا، وعملوا كده هيخسوا، لو ما تعشوش يومين هيخسوا، ولو اتمشوا شويه هيخسوا. فلو انت من الناس دي الفيديو ده مش ليك. الفيديو ده بيتكلم على ناس تانية خالص بتعاني في رحله الدايت بتاعتها، وانا سميتهم الفايترز، المقاتلين. فاهم حاجه، انا هقول لك 6 انواع من المقاتلين اللي مهما عملوا دايت ما كانوش بيخسوا، بس بعد الفيديو ده هيخسوا. بس لازم تقول لي في الكومنتات انت انهي واحد من الست. طيب المقاتله رقم 1 دي بتيجي العياده تقول ايه؟ اولا هي بتيجي العياده محيط بطنها ده اكتر مكان فيه دهون، في حد في العيله بتاعتها عنده السكر، وبتيجي تقول انا لو شميت الاكل بتخن بسرعه رهيبه جدا جدا جدا، وطول الوقت حاسه ان انا عاوزه سكريات، لو ما خدتهاش بهبط وبيغمى عليا. فدي عندها مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين مش هو البعبع، هي اكتر حاله بشوفها بس مش هي البعبع. مقاومه الانسولين دي شويه سكر يزودوها في الوزن، سكر حتى من فاكهه كتير تزيد في الوزن، دي ابيض تزيد في الوزن، عصاير تزيد في الوزن، لبن لو دخل كذا مره في اليوم تزيد في الوزن. مقاتله رقم 1 لو احنا عالجناها كويس واديناها حاجات تحل مقاومه الانسولين، زي دواء ب 4 جنيه زي اللي انتوا عارفينه، وميت فورمن ده ينفع يحل لها مشكله مقاومه الانسولين. لازم تاخد الدايت بتاعها، ما ينفعش بقى خلاص فكره ان انا هاخد فاكهه لو جوعت، وينفع اتعشى طبق فاكهه ودي حاجه صحيه، مش هينفع اخد عصاير كتير، مش هينفع اخد لبن على نسكافيه كذا مره في اليوم، فكره نص رغيف بلدي بجبنه قريش وطول اليوم فاكهه دي باظت خالص. لا، ده انت لازم الدايت بتاعك يبقى لو كارب دايت، ولازم يكون مبني على الهرمونال ابروتش، على الدايت الهرموني. لازم يكون فيه معادن زي المغنيسيوم والزنك، لازم يبقى فيه كروميوم، ولازم زي ما قلنا الدواء اللي هو بيعالج مقاومه الانسولين اللي احنا هنحطه. فدي مقاتله رقم 1 لو عالجنا لها مقاومه الانسولين هتخس عادي خالص ومش هيبقى عندها اي مشكله. المقاتله رقم 2 دي عندها اضطراب هرموني في هرمونات معينه، تيجي العياده سنه كده محبطه شويه لانها عماله رايحه جايه على عياده نساء عشان عندها اضطرابات هرمونيه، يقول لها خسي، فتيجي تعمل دايت ما تخسش، يقول لها اصل انت مش بتخسي عشان هرموناتك مش متظبطه. دايره دي المرعب. فاولا محتاجين نتكلم في كام نقطه. الهرمونات الاول لازم تتظبط قبل اي كلام مع دكتور النساء، وتاخد العلاج بتاعك وتاخديه بانتظام. لو في مشكله زي هرمون اللبن، هرمونات الذكوره والانوثه، فدي لازم تتظبط. العرض الشائع جدا ان الدوره الشهريه مش منتظمه، ده اكبر عرض. طب هي ليه مش بتخس؟ لان مع اضطراب الهرموني بيبقى برضو الانسولين مش في افضل حالاته، لانه هرمون، ولان الكورتيزول ليفل عندها بيبقى عالي، هرمون التوتر، فده بيرفع لها السكر وبيخلي جسمها يتخزن ميه. الدايت بتاعها لازم يبقى فيه مكملات غذائيه، ولازم يبقى فيه بوتاسيوم عالي جدا عشان يقلل نسبه الميه، لانها انا متاكد لو هي بتتفرج عليا وهتقول لي في الكومنتات دلوقتي ساعات بتصحى الصبح بس منفخه، ايديها مليانه ميه قبل الدوره الشهريه، ممكن تكون زي ده كتير جدا. انا احب قوي احط لها في الدايت بتاعها لو خدنا فاكهه تاخد الفاكهه اللي فيها بوتاسيوم عالي، لو خدنا نشويات تاخد نشويات اللي فيها بوتاسيوم عالي زي البطاطس. يبقى احنا كده قلنا هنشتغل على ايه؟ على ان جسمها مخزن ميه، على التوتر بتاع الهرمونات، ولازم نشتغل على الحاله المزاجيه، لان اصلا التوتر بتاع الهرمونات ده حطها دايما في ستريس، وحالتها المزاجيه مش متظبطه. فدي تاخد كاكاو خام يبقى حلو جدا ليها ويهديها بالليل، ويبقى الدايت بتاعها فيه بوتاسيوم بكميات عاليه. فيبقى لو اتظبطت الهرمونات وخدت بوتاسيوم وبدانا نهدي التوتر بتاع الهرمونات اللي حصل، هتبدا تخس عادي خالص. فكره مش يلا ادي الدايت، احنا قلنا في اول الفيديو انت تايه رحت اسكندريه، فيلا ناخد اليوتيرن ونروح القاهره ازاي. المقاتل رقم 3 دي حاجه اسمها فيلد فريكوينت دايت. يجي العياده يقول لي ايه؟ بص يا دكتور انا عملت دايتات كتير جدا وخسيت 20 مره، كل مره خس 20 30 كيلو وارجعهم تاني. هنا انا اول ما بسمع ده ان في محاولات فيلد فريكوينت دايت، يعني محاولات دايت مش ناجحه كتير حصلت، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نقص كبير في المعادن والاملاح. هنا اي دايت من غير ما تدي معادن وفيتامينات واملاح كويسه في البدايه ملوش اي معنى، لان جسمها تحت تهديد الدايتات الكتير قلل الحرق جدا جدا جدا. فوحياه ربنا جزء من ان هي تخس ان هي تاخد معادن وفيتامينات كويسه. انا سميتها حاجه اسمها فيتامين سايكل، ان احنا ناخد دوره فيتامينات مرتبطه ببعض ومرتبطه بمنظومه الحرق، اهمهم فيتامين د، واهمهم الحديد، واهمهم ان هي تاخد مغنيسيوم وزنك كويس قوي، ويمكن تاخد سيلينيوم في اوقات. فدي فيتامينات مهمه اصلا حتى لمنظومه الحرق. اي كلام في الدايت لحد حصل له فيلد فريكوينت دايت من غير ما ياخد فيتامينات مش هيخس كويس وهيبقى مرهق طول الوقت. فتخيل المقاتل رقم 3 مش هيخس عشان عنده انيميا، مش هيخس عشان عنده نقص في الزنك، مش هيخس عشان عنده نقص في الحديد. فاي كلام على ان يلا نخس الاول ده مش بينجح. يلا نعمل دايت هادي ومتزن الاول، ما تجريش على الميزان، لا صلح نفسك وصلح صحتك وصلحي شعرك وصلحي بشرتك وخدي الفيتامينات بتاعتك واعملي دايت متوازن. بعدها منظومه الحرق كده كده هتتحسن وكده كده هتتصلح لما جسمك ياخد كفايته. لان تخيلي انت عندك نقص في دول وعماله بتقولي جسمك يلا احرق اللي عندك. مش هحرق، مش قادر، انا عاوز احتياجي الاول من حاجات كتير. فدي المقاتله رقم 3.
المقاتله رقم 4، تيجي العياده واضحه جدا تقول لي يا دكتور انا عندي غده درقيه وباخد العلاج ومش بخس خالص. فاي حد عنده مشاكل في الغده الدرقيه، اي حد عنده هايشيموتو يعني ده مرض مناعي برضو بيبقى عامل مشاكل مع الغده الدرقيه، اي حد بياخد الادويه بتاعت الغده الدرقيه، الدايت بتاعك مبني ان جرعه الدواء الهرمون التعويضي اللي انت بتاخده تكون مناسبه لتحليلك. فما ينفعش تكون انت لسه بتاخد نفس الدواء اللي انت كنت بتاخده من 10 سنين ونسبه الغده بقت مختلفه دلوقتي. فده اولا الفيرست لاين بتاع علاجك كده ان دي تتعالج. الدايت بقى عندنا 3 حاجات مهمه جدا فيه. اولا لازم تاخد برضو بوتاسيوم عالي، عشان اي اضطراب هرموني بيعمل ايه؟ بيخزن ميه، فيبقى لازم الدايت بتاعك تاخد فيه بوتاسيوم عالي. البطاطس بوتاسيوم عالي، الموز بوتاسيوم عالي، البقدونس والليمون بوتاسيوم عالي. لازم تاخد منتجات البحر زي السمك او التونه او السلمون، الحاجات دي بتبقى مهمه جدا جدا. لازم الدايت بتاعك ما يبقاش قاسي وفي فترات صيام فترات طويله. هنا عكس فيديوهات انا اللي قلتها قبل كده، يعني انا في فيديوهات قلتها عشان تخس انت لازم تصوم، عشان تخس لازم تعمل له كارب. هنا احيانا مع اداء الغده الدرقيه لو هو قليل، لو انت قللت الدايت جدا عن احتياجك والنشويات ما كانتش بتدخل بصوره منتظمه، انت ما تخسش لانك بتدخل في حاجه اسمها starvation مود، المجاعه، واداء الغده الدرقيه معاها بيقل اكتر. ولقوا ناس على فكره من الناس اللي بتبقى عامله كيتو دايت، انا مش ضده طبعا لانه قلت رايي قبل كده في الفيديوهات، نشاط الغده الدرقيه بيقل عشان النشويات لما قلت فتره طويله قللت نشاط الغده الدرقيه. فاذا ان الدايت بتاعك لازم يبقى فيه نشويات معقده. يا ريت نغير نوع الملح وناخد ملح فيه بوتاسيوم شويه زي هيمالايا ودكتور سالت والحاجات دي كلها، وان السمك او التونه او السلمون يدخلوا في عدد ايام اكتر في الاسبوع. فده مقاتل واضح، لو اشتغلنا بالصوره دي هنبدا ننجح. المقاتله الخامسه دي بتيجي بقى ايه؟ نهدى كده خالص كده، تيجي تقولك انا مش عارف ايه اللي حصل، انا كنت كويس دلوقتي بقى عندي نهم كبير جدا للاكل، ساعات بيقل وساعات بيزيد، انا حالتي النفسيه مش احسن حاجه. في الاغلب ده ممكن تكون مريضه اكتئاب او مريضه اضطراب طعام، او هي فعلا بتاخد ادويه نفسيه غيرت كل علاقاتها بالاكل. هنا الدايت اصلا خطر جدا، احنا لازم ناخد خطوات لورا ونبدا نبص شويه على الموضوع. لو هي بتاخد علاج نفسي فاحنا محتاجين نفهمه ونفهم تاثيره على الاكل عامل ازاي. اي دايت ليها بيقلل نسبه السيروتونين هيكون خطر جدا، لان السيروتونين هو ده اللي هيحافظ لها الحاله المزاجيه. ودايت فتره طويله دايت قاسي ده هيقل جدا، واول ما يقل شكرا هي تروح تزوده بالسكريات. فيبقى الدايت بتاعها لازم مثلا يبقى فيه شوكولاته غامقه كل يوم، مش هينفع تتشال، لازم يبقى فيه كاكاو خام حتى لو طعمها مش الطف حاجه بالنسبه لها، بس تاثيرها على عقلها هيكون كويس جدا. فهنا الدايت اصلا زي ما قلت لكم هو خطر، ولكن لازم يتعمل بعد البحث عن اسباب المشكله النفسيه والتوتر اللي بيعلى والكورتيزول ليفل اللي عمال بيزيد. لازم نشوف تحليل السكر ليها في الاخر 3 شهور، هو ايه اللي حصل لما شهيتها اتغيرت وبقت بتاكل سكريات اكتر. لازم نبقى عارفين علاجها النفسي عامل ازاي. لازم الدايت بتاعها يبقى فيه زنك، وده مهم جدا. الناس اللي عندها بنج ايتنج سندروم، وده احد المشاكل النفسيه المرتبطه بالاكل واللي بتغير نمط الاكل، بيبقى لازم ناخد زنك واحنا بنعمل دايت واحنا بنخس. فمكملات الزنك هتكون مهمه جدا. زي ما قلت لكم الكاكاو الخام بالمضادات الاكسده اللي فيه مهم جدا جدا جدا. اوعوا تعملوا لها دايت قاسي، واوعوا تعملوا لها دايت عمال ضاغطها وبيحطها في اختيارات بعيده جدا عن يومها، لان اول ما السيروتونين هيقل هي هتبدا تدخل في النمط الثاني، هي تاكل بشراهه جدا جدا وتبقى عاوزه تاكل سكريات عاليه قوي عشان ترفع السيروتونين تاني. في ادويه اصلا نفسيه بتخلي احتياجها للسكر عمال بيزيد مع الوقت، فلازم ده نبقى فاهمينه كويس جدا. المقاتل السادس ده بقى بيلخبط شويه بس حاولوا تفهموها معايا. اولا اللي حصل له مشكله في حاجه اسمها الماسل فات ريشيو، نسبه العضلات الى نسبه الدهون. طيب تعال نرجع خطوه ورا. هو عمل دايت قبل كده، خس 30 كيلو. ال 30 كيلو لما خسهم كانوا 20 كيلو مثلا ولا 25 كيلو دهون و5 كيلو عضلات، بس هو للاسف ما حافظش عليهم وراح زايد نفس ال 30 كيلو. 30 كيلو لما زادهم تاني مره طبعا زادهم كلهم دهون، فهو هنا في نفس الوزن تاني مره خسر 5 كيلو عضلات. لما نسبه العضلات بتقل الى نسبه الدهون منظومه حرقك بتقل جدا. الدايت بتاعه ده يتعمل ازاي؟ هاي بروتين دايت، ده رقم واحد. لازم ياكل بروتين بكميات عاليه جدا. هو اصلا بيجي العياده واضح قوي عنده التهاب في ظهر، عنده فقرات، مشكله في الفقرات، عندها خشونه في الركبه لان عضلاتها كلها ضعفت مع الدايت اللي هي خست فيه جزء من العضلات. الدايت بتاعها من اول يوم لازم يبقى فيه تمارين مقاومه، ما ينفعش يبدا من غيرها. اي حد في الحاله دي بيجي لي بقول له شكرا، مش هتعرف تخس كويس الا لما نسبه عضلاتك تزيد في الاول، حتى لو هو في اي سن لازم الكتله العضليه تزيد، لازم ياكل بروتين كويس جدا، لازم يعمل تمارين مقاومه كويس جدا جدا جدا، لازم ينزل في الاول بهدوء عشان ما يفقدش اي كتله عضليه. مش ده اللي ينفع يجي يقول انا عاوز اخس 5 كيلو في اسبوعين عشان انا عندي مناسبه، لا انت ساعتها هتخسر من عضلاتك اكتر، منظومه حرقك هتبوظ جدا جدا. فده المقاتل رقم 6. في الاخر دي بعض الاسباب ومش كل الاسباب، بس كل اللي انا عايز اقوله لك انك خد اليوتر
عشان انت كنت ماشي غلط، هدي نفسك خالص. قول لي في الكومنتات انت المقاتل رقم كام لو انت كملت الفيديو ده للاخر، واركب معانا العربيه عشان احنا اللي عارفين الطريق، وهنقول لك بالظبط نمشي ازاي. في الاخر اللي بينجح مش اللي عنده اراده، اللي بينجح هو اللي عنده خطه ووعي وعارف الطريق كويس. فلو انت فشلت 100 مره، اعمل دايت للمره 101 بس وانت واعي بكل اللي انا قلته لك، هننجح. وزي ما محمود درويش بيقول: لم نحلم باشياء عصيه، نحن احياء وباقون وللحلم بقيه. يلا ابدا دلوقتي وانا معاك.